السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزمالك بيقدر يخطف فوز مثير وصعب وفوز بيدي ثقة إلى حد ما للمدير الفني الجديد خوان كارلوس على سيراميكا كليوباترا بهدف مقابل لا شيء أحرزه سيف الدين الجزيري، الراجل اللي بيلعب على سطر وبيسيب سطر. المهاجم أو الزمالك محتاج مهاجم يبقى هجام على الأقل إن ما أحرزش هدف في مباراة، المباراة التانية لازم يجيب هدف، مش يقعد مثلا 3 4 مباريات او 5 6 7 مباريات ما بيحرزش اهداف، ولما يجي يلعب مباراه بيحرز هدف وبيتالق. فهل الزمالك يبقى على سطر، مهاجم الزمالك بيبقى على سطر ويسيب سطر؟ دي المشكله الكبيره. ولكن امبارح الحمد لله الزمالك قدر يفوز وقدر يسيطر على اجواء المباراه وعمل مباراه كويسه، ولكن عند كارلوس شويه اخطاء لازم يلعب عليهم، مش اخطاء فنيه من الراجل ولكن هي اخطاء لعيبه داخل الملعب. وعندنا يعني ان الراجل ده اول ما نزل اول مباراه شفناه طبعا مع ورقه اجنتا كده ومعاه قلم احمر وقلم ازرق، والاحمر للسلبيات والازرق للايجابيات، وسبحان الله اول مباراه انا ما شفتش كارلوس خالص بيلعب بيكتب بالقلم بالازرق. احنا شفناه كل كتاباته بالقلم الاحمر وكانت كتابات سلبيه. وطبعا قال بعد مباراه المقاولين وخطا حسام عبد المجيد، وقال ان بعد اللعيبه اللي هتلعب لنفسها مش هتكون داخل القائمه او مش هتبقى تلعب معاه في مباريات بعد كده. وده اللي شفناه في بدايه تشكيل نادي الزمالك بجلوس حسام عبد المجيد على الدكه. هل كان جلوسه تأديبي ولا كان جلوسه فني؟ ودي رؤيه المدير الفني، وكان عاوز يشوف حد تاني، كان عاوز يلعب محمد عبد الغني مثلا جنب محمود حمدي الونش ويشوف ايه الدنيا. ولما محمد عبد الغني لعب جنب محمود حمدي الونش ايه اللي حصل؟ بص شويه كده تغييرات عملها الراجل عشان خاطر يفهم دماغ اللعيبه هتمشي ازاي ومين اللي ماشي مع مين. وطبعا شفناها امبارح. حسام عبد المجيد لا لسه هو لاعب صاعد وواعد، مش هنقعد نقول كل شويه لاعب شاب، لا هو لاعب لعب مع الفريق الاول وعدى سن ال20، فطبيعي ان هو يكون لاعب في الفريق الاول، ولكن ليه شويه سلبيات لازم يتخطاها عشان خاطر يقدر يكمل مع الفريق الاول ويكون يعتمد عليه على طول. خوان كارلوس عنده مشكله في الهجوم، ان هجوم الزمالك يعني ضعيف شويه في الغزاره التهديفيه، ولكن مع الوقت الراجل ده هيقدر يطلع من اللعيبه دي كويس جدا جدا. امبارح المباراه كانت كويسه، بدايه هجوميه، حتى لما سالوه في المؤتمر الصحفي انت بادئ بشراسه هجوميه بغير المعتاد، قال لهم احنا نازلين واحنا الزمالك، فالزمالك فريق كبير وده عاده الفرق الكبيره ان هو ينزل يكون مهاجم من بدايه المباراه. كارلوس عنده تكتيك كتير جدا وعنده فنيات كويسه جدا جدا هنشوفها في الفترات الجايه، وان شاء الله باذن الرحمن يوم 5/5 بدايه مباراه او يوم مباراه السوبر هي اللي هتكون يعني الاختبار الاول لكارلوس مع الزمالك، وهنشوف فعلا هل الزمالك هيكمل وهيلعب اصلا مباراه السوبر ولا مش هيلعب عشان خاطر القرارات اللي بتطلع من اتحاد او لجنه الانضباط. وزي ما شفنا امبارح كابتن حازم امام طلع وحلف بالله العلي العظيم ان هو على تويتر ان الاتحاد المصري لكره القدم ملوش علاقه بلجنه الانضباط، وان لجنه الانضباط هي اللي اقرت بان كهربا يلعب مباراه السوبر، وبعد مباراه السوبر هنشوف هل الاستئناف هيحصل ولا لا. هو نفس الاتحاد لما جينا فتره من الفترات السابقه مع امام عاشور قال ان الاستئناف لا يوقف التنفيذ، وهو الاتحاد اللي قال ان الاستئناف يوقف التنفيذ. عكس الكلام بيتقال مع بعضه في الاتحاد المصري لكرة القدم. خلينا نبارك للزمالك اللي صعوده للنقطة 43 وفارق 6 نقاط على المركز الثاني نادي فيوتشر، واللي ان شاء الله باذن الرحمن مع الوقت الزمالك هيقدر يستعيد بريقه من اول وجديد ويقدر يوصل للمركز الثاني عشان خاطر يضمن ان الموسم ده يبقى موسم الاعداد من اول وجديد للموسم القادم ان شاء الله، خصوصا البطوله العربيه اللي هتبدا في شهر 8 واللي هتكون لو الزمالك قدر يفوز بالبطوله العربيه هتكون مكافئتها احسن بكتير من الدوري، من دوري ابطال افريقيا ومن الكاس ومن اي بطوله الزمالك لعبها. ان شاء الله الزمالك يرجع على الطريق الصحيح. اخر كلمه او اخر نقطتين هتكلم فيهم او هي اخر نقطه هتكلم فيها هي عقوبه كهربا.
عقوبة كهربا طبعا مباراة الزمالك والاهلي كانت في يناير، العقوبة طلعت في ابريل، والاستئناف او لجنة الانضباط قالت ان هم هيشوفوا الاستئناف بعد يوم 5/5 يعني بعد مباراة السوبر. هل بقى هيكون في كلام جديد وهنشوف هيوقفوا كهربا ولا هيلعبوه؟ طب الزمالك هيلعب المباراة؟ طب الزمالك هينسحب؟ طب جماهير الزمالك كلها مؤيدة لفكرة الانسحاب من السوبر؟ وهل هيكون في عقوبات على الانسحاب من السوبر ولا لا؟ كل ده هنشوفه في الايام الجايه. هل الزمالك فعلا هيطلع قرار ولا هيلعب على طول ومفيش مشكله؟ الفتره الجايه لازم من جماهير الزمالك الدعم 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 لكيان نادي الزمالك. دمتم سند للنادي ودمتم داعم قوي لكل الزملكاويه. سلام.